اليوم بغيت نوقف عند الموضوع اللي كان البطل ديالو حسن الشحات. تتذكروا نهار 23 يوليوز 2023 واحد المباراة دارت بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بين بيراميد والأهلي. واحد التصرف كان دارو حسن الشحات حتى شي واحد ما تقبلو، خصوصا حنا المغاربة. هو اللي كنت قلت بأنه هذيك التصرفقة، داك الضربة اللي بحال خديتها أنا، حيت فيها واحد النوع من الإهانة والطريقة باش تدوم. على كل حال قلنا بأن الأمور تاخذ المسار ديالها، وغادي نشوفوا في نهايه المطاف درت واحد الوسائل وانه هو مشي يدير اعتذار عن طريق وسائل الاعلام وقال لا راه اعتذر في الطريق. ولكن اللي عجبني الامر اللي عجبني هو انه سي محمد الشيبي ما خلاش الامور بقات تشكل هكايا، لا، دافع على حقه الكرامه ديالو، لانه الطريقه بات فيها واحد النوع من الاهانه. انت في واحد البلد ضيف ديال ذاك البلد بوحدك في وسطهم هما، تجي تحس ما نكذبش عليكم اللي حد الان باقي حاسس بداك المراره. كاين اللي غايقول لك لا، الانسان تيمكن له يعتذر لما تكون شي حاجه اللي فيها واحد رد فعل يعني لا شعوري، لا، انت مشيتي ورجعتي وقبضتي داك الشده وداك الضربه فيها واحد النوع من الاهانه. على كل حال الان شكون اللي بان لي بانه هذا الشيء فيه اللي واحد خصو يمشي به حتى النهايه ديال المطاف، انه الفريق ديال الاهلي يعني في بلاصه اللي كان خصو يدير واحد البلاغ. انت لاعب دولي وانت فريق اسم ديالك كبير على الساحه الافريقيه والساحه الدوليه، كان عليك الناس ديال الاهلي يديروا واحد البلاغ. ما عرفتش واش داروا ولا ما داروا شيء، يقول ودي هذا التصرف هذا لا يمت الاخلاق ديال الفريق ديال الاهلي، وهذا التصرف راه حنا غنديروا عقوبه، لكن نددوا بهذا التصرف ماشي ديالنا. ويدار واحد الاعتذار، ما عرف واش كان ولا ما كانش، لانه انا تنشوف غير الشيء اللي خصو يدار. لانه اللي تنشوف دابا انا هما انهم تيقول لك لا، خص الشيبي اللي دار واحد الرساله البارح خصو يتعاقب من طرف الاتحاد المصري. علاش؟ لانه مشى للقضاء المدني وخدا واحد الحاجه اللي تيتحكم فيها الاتحاد المصري والاتحاد الدولي، واحد الواقعه وداها القضاء ديال القضاء المدني، وبالتالي هذا يتعارض مع التوجهات ديال الاتحاد المصري والاتحاد الدولي. اذا ولينا تلقاو بانه دفاع على واحد السيد اللي ما خصش انه انسان كاع يدافع عليه. يعني ما تنظنش بانه ذاك التصرف العقوبه ديالو هي جوج ديال الحدوده. انا عطيني غنصرفها ونجلس 3 شهور. يعني كيفاش جوج ديال الحدود راه اي واحد عادي يعني غتجروا من الخلف والنوبه الاولى والنوبه الثانيه ياخذ جوج ديال الحدوده. بالكم هذاك التصرف اللي كاين هو انه يعني الفريق ديال البيراميد حتى هو واقف يعني مزيان، حيت اليوم مبدئيا اليوم كاين الجلسه ديال الاستماع ديال الشيبي في الاتحاد المصري في اللجنه ديال الانضباط. ولكن المحامي تيقول بان عنده مقابله نهار الجمعه، طلبوا التاجيل، ما عرفتي واش غيسمعوا له ما يسمعولوش. في كاين دابا الاشكال هو انه القضاء المصري انه حدد الجلسه للشيبي نهار 18 ابريل. هو ما عجبوش الحال. علاش يتحدد؟ تيقول لا، هذا يتعارض مع اللوائح ديال الفيفا. في الوقت اللي مثلا يعني الطرف الاخر اللي هو ديال الشيبي والمحامي ديالو تيقولوا بانه هذا لا، ما كاينش هناك تعارض. هذا تصرف ديال الشحات ما تيدخلش في دائره المسائل الانضباطيه. دابا دخلنا الامور اللي هي جنائيه، لانه هذا التصرف هذا ما دخلش في يعني انك حنا كنا تنشوفوا غير في المؤسسات المصريه. مثلا تيقول لك انت ترفع يديك عليا، هذا غير تهزني يدي ماشي الضرب، باقي ما وصلناش للضرب. يعني انه يعني في العرف، وهذا مزيان انه الانسان يفتخر بانه ما عندكش حق تهز يديك عليا. يعني انا تيقول لك ما تهزش يديك عليا، يعني ماشي الضرب، ما وصلناش للضرب. دابا حنا وصلنا هزان ديال الدين والجران والضرب، ومع ذلك غندخلوها في اطار يعني العقوبات الانضباطيه. لا، ما عندها علاقه هذا السب والقذف والاعتداء ما عنده علاقه باللوائح ديال الفيفا، وهادشي هو اللي تيدافعوا عليه الناس ديال البيراميد. ف محدين الجلسه نهار 18،
وكل واحد طرف كل طرف تيقول بان غنوسطوها. فالطرف ديال السي محمد الشيبي تيقولوا غنمشيو حتى للاتحاد الدولي، لان هادشي يتعارض. راه اي صوره تقدمها لاي واحد تقول له واش هذا التصرف هذا تيتعاقب عليه بجوج ديال توقيف لمباراتين. توقف مباراتين راه مساله عاديه. هذا يعني صراحه ذاك الصفعه بداك الشكل ما عندها معنى، ما عندها معنى. لا، خاص تكون عند العقوبه ديالها تكون اشد، وكانت يمكن كان يتم الاحتواء ديالها بعقوبه مشدده باش على الاقل يقولوا ودي الانسان راه داروا شي حاجه. ما باك بداك الشكل وعاد نجيو ندافعوا عليه ونجيبوا له الشيبي خصو يتعاقب. علاش تعاقب؟ لانه هما لم يمتثل للقرار ديال لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف اللي زكات العقوبه. الا بان العقوبه ماشي هي هذيك وبان التصرف هذا من حقه انه يمشي للقضاء. وما دام انه القضاء حدد نهار 18 ابريل، بمعنى انه له الصلاحيه في البت، ما عدا الا كان مثلا في جلسه قالوا عاوتاني هذا الشيء ماشي في الاختصاص ديالنا، هذا موضوع اخر. انما رجعت القضيه ديال الشيبي لان كان ضروري انها غتمشي الى ابعد نقطه. ف خلينا نقولوا كل التضامن مع السي محمد الشيبي، لانه كلنا محمد الشيبي، لان ذاك التصرف ما كان شيء لائق بتاتا، غير لائق. الانسان ما تيتخيلها خصك تحيدها من ما بقاش تشاف صراحه، ما خصك تبقى تشاف نهائيا ذاك الطريقه هكاك. لا، وليد هكاك في وسطكم تما كنت جاي انت وانت عندك اسم ديالك كبير ودير ذاك الشكل هكاك ونعتذر بالتخبيه. لا، يعني نضربك امام الملأ ونمشي نعتذر لا. على كل حال، انا هذا هو الموضوع الان سيستمر. غنتظروا نهار 18 ابريل يقول القضاء المصري، وكل واحد تيقول بانه له ثقه في القضاء المصري، لا الناس ديال الاهلي والناس ديال البيراميد. سنرى.